والله يا صديقي، يا ريت يا ريت والله. الآية بيقول لك: الغموض يحيط بمستقبل رضا سليم والأهلي يراقب تألقه. رضا سليم لعيب حلو، بس هو ما تفهمش ليه اللعيبة المغربية، يعني كل اللعيبة المغربية اللي جريت لك كانوا حلوين يعني مثلا حتى أشرف داري، يحيى عطية الله، رضا سليم، حتى أشرف بن شرقي. أي لاعب مغربي بيجي النادي الأهلي حلو مش وحش، بس ما تفهمش ليه. يعني أنت يحيى عطية الله إصابات، أشرف داري إصابات، رضا سليم إصابات. ربنا يبعد العين عن اشرف بن شرقي. والحمد لله راجل متالق معانا، بس هو عايزين بس مدرب كويس ويبقى العمليه ظبطت. فرضا اسلام اساسا متالق يعني، مش وحش في الجيش الملكي، بس انا مش متابع قوي. بس هو يعني الناس اللي بتتكلم يعني، او اللي انا بشوف يعني، وممكن اكون تابعت شويه حاجات كده للجيش الملكي. وخلاص لسه خلي بالك، لسه هيلعبوا المباراه الجايه قدام صن داونز في نهائي دوري ابطال افريقيا. لما احنا قعدنا نرمي ازايز وازايز ازايز، وكان ممكن ان احنا نكسب يعني الجيش الملكي. وكان ساعتها يانج افريكانز كان كسبان شباب القبائل الجزائري 3-0. فكنا عايزين بس جون في الجيش الملكي، وساعتها يعني نطلع الجيش الملكي، واحنا يعني كان يخش معانا يانج افريكانز. فاحنا يعني اخدنا حقنا بازازه وهري السنين ده. وبعد كده الجيش الملكي هو اللي كمل، واحنا اللي طلعنا. فهمت الفكره العامه. ودلوقتي الجيش الملكي في النهائي، وانا عندي احساس كبير ان الجيش الملكي هو اللي ياخدها، والله اعلى واعلم. فبيقول لك: كشفت تقارير عالميه عن مستجدات مستقبل الدوله المغربي رضا سليم لاعب النادي الاهلي المصري والمعار حاليا الى صفوف الجيش الملكي. وقال لك في ظل تالقه اللافت مع الفريق العسكري خلال الموسم الجاري. وقال لك: وبحسب ما اوردته صحيفه وين فان مسؤولي الاهلي ابدوا اعجابهم بالمستويات التي يقدمها اللاعب مع الجيش الملكي بعد الاداء المميز الذي ظهر فيه، يعني الذي ظهر به في مختلف المنافسات هذا الموسم. وأوضحت التقارير أن إدارة الأهلي لم تحسم حتى الآن موقفها النهائي بشأن مستقبل رضا سليم، إذ لم يتم إبلاغ اللاعب أو وكيله بأي قرار رسمي يتعلق بإعادته إلى الفريق أو السماح له بخوض تجربة جديدة خلال الموسم المقبل. وقال لك اللي رضا سليم يعني وجاي له يعني في أندية مهتمة بيه، الله أكبر، العظمة العظمة قدام الله وحده، من أندية قطرية وإماراتية، حيث وجرت بعض الاستفسارات الأولية حول وضعه، دون أن تصل الأمور حتى الآن إلى مرحلة العروض الرسمية، في انتظار اتضاح موقف الأهلي النهائي. ماشي. وقال لك: وكان الأهلي قد وافق على إعارة رضا سليم إلى ناديه السابق الجيش الملكي حتى نهاية الموسم الحالي، دون تضمين عقد الإعارة، بندا يمنح النادي المغربي أحقية الشراء النهائي. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. طبعا نصلي العشاء عشان الصلاة حلوة يا جماعة يعني. ماشي. أشهد أن لا إله إلا الله. قال لك: يا ريت يرجع الأهلي يعني. سماح سمح فتحي قال لك: يا ريت يرجع الاهلي، جايب 13 اعجاب. قال لك: مصطفى رجب: يا ريت يرجع النادي الاهلي، جايب 8 اعجابات. يعني كل التعليقات: يا ريت يرجع النادي الاهلي، يا ريت يرجع النادي الاهلي، لاعب كويس لاعب كويس. كل التعليقات متشكره في رضا سليم، وانا من الناس اللي عايز رضا سليم يرجع تاني النادي الاهلي. والله العظيم اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. فهمت قصدي؟ قول لي انت في التعليقات. حي لا حول ولا قوه الا بالله. قول لي انت في التعليقات انت ايه رايك؟ ايه رايك؟ هل انت موافق ان رضا سليم يرجع النادي الاهلي ولا مش موافق؟ انا شايف ان هو لعيب حلو جدا يعني يا جماعه يعني. لا حول ولا قوه الا بالله. فاتمنى يرجع النادي الاهلي تاني، وربنا يبعد عنه الاصابات يعني، امين رب العالمين. ماشي. ايه ده كله في الموضوع. لو انت بقى من عشاق النادي الاهلي اشترك في القناه. سلام.